السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناتنا سبلاي تشين بالعربي. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن السبلاي تشين والمشتريات. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم عن التخطيط او البلاننج. هنستخدم نفس المثال بتاعنا وهو ازازه الميه والاوردر اللي جالنا ب 1000 ازازه ميه والمفروض ان هو يتسلم في خلال شهر. في الاول احنا محتاجين نقول يعني ايه بلاننج. البلاننج او التخطيط بتنقسم لقسمين، في حاجه اسمها ديماند بلاننج وفي حاجه اسمها برودكشن بلاننج. اللي هنتكلم عليه بس المره دي هو البرودكشن بلاننج، هنخلي الديماند بلاننج هيبقى ليه حلقه منفصله هنتكلم عليه لوحده. طيب ايه هو البرودكشن بلاننج؟ ده التخطيط للانتاج. يعني ايه التخطيط للانتاج؟ يعني دلوقتي في اوردر جه للمصنع او للشركه ب 1000 ازازه ميه، الاوردر ده تاريخه او المفروض ان هو يبقى جاهز في خلال شهر. هيبدا البلاننج ده ان هو يعمل حاجتين. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الماتيريال بلاننج وازاي المشتريات بيعمل ماتيريال بلاننج وازاي ان هو هيوفر الخامات. هيجي هنا بقى دور البلاننج او البلانر نفسه اللي موجود في اداره البلاننج ان هو يعمل بلان للاوردر ده كبرودكشن. فبناء على التواريخ اللي قالها المشتريات واللي هي هتبقى 20 يوم من تاريخ استلام الاوردر، فالبلاننج كده قدامه 10 ايام يجهز فيهم الاوردر ده انه يبقى جاهز للشحن. طيب هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يشوف الكيو او الام بي اس او الماستر برودكشن سكيدجول اللي موجوده عنده واللي موجوده عند الانتاج، وهيبدا يشوف الكباستي اللي موجوده عند اداره البرودكشن او عند اداره الانتاج. يعني ايه كباستي؟ كباستي هي القدره على الانتاج. يعني انا دلوقتي عندي اداره الانتاج بتقدر ان هي تنتج كام ازازه ميه في اليوم او كام ازازه ميه في الساعه او كام ازازه ميه في الورديه او في الشيفت على حسب كل شركه شغاله ازاي. لو افترضنا ان القدره الانتاجيه عند اداره الانتاج او عند البرودكشن هي عباره عن 500 ازازه في اليوم، يعني الاوردر ده محتاج انه ياخد 20 يوم شغل. طيب لو احنا قلنا كده فال 20 يوم شغل دول مع التوريده اللي هتيجي متاخر من المشتريات بعد 20 يوم، طبعا كده عندي كونفليكت، انا مش هعرف ان انا اوفق الاثنين مع بعض لان كده هيبقى عندي فيه تاخير 10 ايام. طب التاخير ده حله ازاي؟ التاخير ده ممكن يبقى ليه طريقتين، اما ان انا اشغل المصنع اوفر تايم وده هيبقى تكلفه زياده على المصنع، او الاوبشن الثاني ان انا اتواصل مع الكاستمر سيرفيس او مع السيلز واقول لهم يا جماعه الاوردر ده مش هيجهز في خلال 30 يوم، هيجهز في خلال 40 يوم. زي ما افترضنا ان البلاننج رد على المشتريات وقال له ما عنديش مشكله ان الخامات توصل بعد 20 يوم، يبقى احنا كده عندنا الكباستي اكتر من 500 ازازه في اليوم، فهنفترض ان الكباستي او القدره الانتاجيه عندنا 2000 ازازه في اليوم. طيب انا دلوقتي عرفت ان الكباستي بتاعه الانتاج هي 2000 ازازه في اليوم، يعني الاوردر ده هياخد 5 ايام، فهبتدي ان انا ارتب بقى دوره مع الاوردرات الثانيه اللي موجوده عندي، وهعمل الخطه الانتاجيه وابتدي ان انا اديها لاداره الانتاج عشان يبداوا انتاج الاوردر. طيب الام بي اس او الماستر برودكشن سكيدجول او خطه الانتاج دي بتبقى عباره عن ايه؟ دي بتبقى على حسب طريقه شغل الشركه نفسها، ممكن تبقى يوميه، ممكن تبقى اسبوعيه، ممكن تبقى شهريه، وفي اغلب الشركات الكبيره بتبقى الام بي اس دي عباره عن 18 شهر قدام، وكل شهر بتتغير لان هي بتبقى خطه استباقيه مبنيه على الفوركاست او التنبؤات واللي بتجيلنا من الديماند بلاننج او من اداره الديماند بلاننج او من قسم الديماند بلاننج في الشركه. هو بيقول والله يا جماعه احنا الفوركاست بتاعتنا ان احنا الفتره اللي جايه دي هننتج كميات قد ايه او هنبيع كميات قد ايه بالمشاركه مع السيلز. احنا كده الدنيا بالنسبه لنا تمام، القدره الانتاجيه تقدر تغطي الاوردر بتاعنا في خلال 5 ايام. بصينا على الام بي اس ولقينا ان في مكان في الكيو فاضي وان احنا نقدر ندخل الاوردر ده في خلال 3 ايام، فانا كده لسه فاضل عندي يومين كمان بفر. طيب دلوقتي الخامات اتوردت وبقت متاحه في الرصيد، بيبدا بعد كده البرودكشن بلاننج ان هي تنزل شوب اوردر او امر تشغيل لاداره الانتاج الخامات اللي هم محتاجينها عشان ينتجوا 1000 ازازه، وبيبدا ان هو يودي الامر التشغيل ده لاداره الانتاج وللمخازن. طيب لاداره الانتاج عشان تشتغل للمخازن ليه؟ عشان المخازن هتصرف المكونات او الخامات دي لاداره الانتاج عشان تقدر تبدا بيها الشغل. كده اداره الانتاج هتبدا انتاج في الاوردر والمخازن خلاص صرفت لهم الخامات. هيبدا بعد كده اداره البلاننج ان هي تتابع مع الانتاج لحد ما الاوردر يخلص ويتسلم تاني للمخازن كمنتج تاني. اتمنى ما يكونش الفيديو طويل ونكون شرحنا برضو يعني ايه تخطيط او يعني ايه برودكشن بلاننج ببساطه. شكرا لحضراتكم واشوفكم الفيديو اللي جاي.